السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة وانتم معايا، وإن شاء الله ربنا يتقبل مننا رمضان ويعودها علينا أعوام وأعوام كتيرة يا رب. تعالوا اتفضلوا معانا الكنافة الجميلة اللذيذة دي. كنافة طرية، وطبعا زي ما انتم شايفين محمرة، والتصوير مش مديها حقها، لكن جميلة وجوسي خالص. الكنافة القالي بتاعتنا مش الكنافة البلدي. الكنافة دي تحسيها كنافة من النوع الرقيق، يعني كنافة كده تتعمل سادة، تتعمل حاجة، يعني هي فعلا كنافة، يعني حلويات حلويات جميلة فعلا ومغرية. تعالوا نشوفوا معانا المقادير وازاي طلعت معانا جميلة كده وطرية. وصدقوني هي يا دوب بردت كده وقطعتها وقدمتها في طبق التقديم زي ما انتم شايفين حضراتكم، وطبعا طرية خالص خالص وجميلة. تعالوا نشوف معانا المقادير. معانا نص كيلو من الكنافة بتاعتنا، الكنافة الآلي مش الكنافة البلدي يا جماعة. دي خفيفة جدا. الكنافة التانية بتبقى يعني كده تخينة شوية، وبتحب يعني بتحسيها لما بتحطيها في الصاج بتاعك او في الصينية، بتحتاج صينية مقاس كبير. اما دي خفيفة جدا ورقيقة، وبتستخدم معاكي في اي صينية، واي حاجة تطلع معاكي طرية. وطبعا يعني جميلة جدا. تعالوا نشوف نص كيلو من الكنافة. انا جبته على طول من عند الراجل بتاع الكنافة، و... وقطعته معاكم كويس زي ما انتم شايفين. وهنقطعه كده وهننزل عليه بتركاية حلوة كده جميلة. بس كده قطعناها، وهننزل اللي هي ايه، الحاجة اللي هي هتخليها اللون بتاعها ذهبي وجميل، وهتحسيها زي ما يكون مشترياها من الأفران برا. قطعناها زي ما انتوا شايفين كده، وفرولناها عن بعض، فرولتها عن بعضيها. طبعا هي يفضل انك تجيبيها من بالليل وتحطيها في التلاجة او في الفريزر، وتبقى متجمدة معاكي وتفرديها، لكن انا جبتها على طول. فزي ما انتوا شايفين محتاجة يعني تطيح جامد. وهنزل عليها معاكي ربع كوباية من السمنة تنزلي عليها. او معاكي مثلا عايزه تعمليها صيامي حطي زيت بديل للسمنه، عايزه تحطي زبده حطي زبده، المتوفر عندك حطيه. وهننزل عليها بشربات او السيرب ده جميل. السيرب ده جميل، هو ده اللي بيدي اللون، وايه بيديكي الطراوه اللي فيها من جوه زي ما تشوفيها بره كده. هنمسك الكنافه بتاعتنا وهنبسها بكل السمنه والشربات زي ما انتوا شايفين. بس هنفرولها كلها وهنخليها تشرب السمنة على طبعا السيرب او الشربات، ونبسها مع بعضيها كلها علشان تتشرب وتبقى طرية. وهي دي اللي هتديكي اللون، واللي هتديكي ان هي طرية من جوه بعد ما تطلع معاك وتتحمر. زي ما انتوا شايفين كده شغالة فيها كلها علشان تشرب ال- السوائل بتاعتها. طبعا انت عايزه تحطي مكان السمنه حطي زيت، عايزه تحطي زبده حطي زبده، عايزه تحطي سمنه وزبده حطي سمنه وزبده. ايه المتوفر عندك؟ الكنافه مش هتقولك لك لا. طبعا الكنافه هتطلع معاكي جميله وتحفه، وطالما انت عاملاها من ايدك الحلوه يا ست الكل هتطلع معاكي ممتازه. حطينا كده الصينيه بتاعتنا دهنه كده بسيطه من السمنه، وهننزل عليها بالكنافه، وهنضغط جامد على الكنافه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. تضغط عليها بايدك يا ست الكل، او تجيبي طبق كده او صينية اقل وتضغطي عليها جامد علشان تطلع معاكي قطعة زي ما انت شفتيها في البداية. لازم الكنافة تضغطي عليها جامد، اول طبقة لازم تضغطي عليها جامد، وبرضو الطبقة التانية تضغطي عليها. بس اهم حاجة ان الكنافة تضغطي عليها في البداية.
عشان تطلع معاكي متماسكة. وبس، مش هنحط لها قشطة ولا هنحط لها طبعا اي حاجة، هنحط لها فول سوداني وزبيب وادي مكسراتنا. ولو عايزة تضيفي اي اضافة تاني من المكسرات حطي. انا المتوفر عندي الفول السوداني والزبيب.